مساء الفل. عايزين نكسب بنظافه يا جماعه. لما كنا صغيرين كنا بنلعب كوره دورات في رمضان، كانت بتلعب قبل الفطار، كانت جامده جدا وكل حاجه. عندنا فرقه اسمها فرقه حبيب بنلعب في دورات السلم الجزيره، كنا بنكسب وجامدين وكل حاجه. كان ساعات نيجي نلعب قدام فرقه والناس جايه بقى من الجامعه متاخرين وكلام من ده، الفرقه اللي قدامنا تبقى ناقصه لعيب، ما بنكملش اللعب 6 قدام، كنا بنلعب 6 6 كان سداسي، كنا نطلع لعيب منهم من عندنا فرقتنا نلعب 5 قدام 5. مش عايز اكسب والمكسب بتاعي في حاجه مش مظبوطه. ايام الاعلام كنت بقى شغال جامد في اعلام في الاف ام الانجليزي ونايل نايل تي في وكلام من ده، يقولوا لي انت النجم القادم انت جامد جدا. كنت اروح بقى المسؤولين يكلموني، تعالى بس عندي في المكتب مسؤوله كبيره بقى رئيس تلفزيون وغيره، واستناني بس شويه عشان اعمل لك البرنامج بقى. قطعتها بالساعات قدامي كميه سكرتاريه هناك بيتسلوا عليا، وفي الاخر ايه بقى ما اشتغلتش عن طريقهم خالص. كان في سكه تانية كانوا بيكلموني ما تضيعش وقت يا ابني، على فكره فلان وبيحبك قوي هتروح تسهر معاه في الفندق الفلاني، لسه فاكر فندق كونكورد السلام. قالوا لي تعالى بس سهرتنا بتبدا 11 بالليل، سهره وتظبيط وعلاقات وكل حاجه، ونعمل لك البرامج اللي انت عايزها كلها. رحت مره الساعه 9 وقعدت لغايه 10، اتكسفت من نفسي قبل ما الناس تيجي والسهره تبدا والدلع بقى يشتغل وكده. روحت مش عايز اعملها غلط، عايز لما انجح بطريقتي وبمجهودي واستحقاقي، وده اللي حصل بعديها بسنين. هم اللي كلموني تعالى واعمل اللي هو البرنامج بتاع راديو هيتس بقى بيسمعنا فيه 20 مليون وحاجه مختلفه تماما. فدايما هتعمل صح. كان في زمان لعيب مصري كده في السكواش، اسف في الجودو، محمد رشوان، كان قدامه البطل الياباني في الاولمبيكس، هيكسب بطل العالم، بطل الاولمبياد كلها، يعني الاولمبيكس الالعاب الاولمبيه. والراجل التاني جات له اصابه جامده في رجله. رشوان كان ممكن يلعب على رجله مره واثنين وثلاثه، ما عملش كده، خسر الماتش يوم في الاخر، بس كان محترم. هتكسب بنظافه، من غير مجاملات، من غير فساد، من غير المؤامره، من غير اي حاجه خالص. انت نضيف وعايز تفضل نضيف عشان تعرف بالليل تنام تحط راسك على المخده كده وانت ضميرك مستريح. نلعب بنظافه يا جماعه مهما خدت مننا، حتى لو 150%. سلام طيبين، يومنا حلو ان شاء الله.